تعالوا اقول لكم على اغرب وظائف اتعرضت عليا في استراليا، ومنها شم البط. والوظائف دي حرفيا مش موجودة في اي حتة غير في استراليا وبس. تمام. طيب، اول وظيفة معانا اسمها محكم الرائحة. تمام. دي باختصار وظيفتك هي انك تشمي البط. تبقى مثلا شركة مزيلات عرق عايزة مثلا تنزل منتج جديد السوق، فتجيب موديل وتحط الديودرنت ده في بط الموديل، وانتي وظيفتك هي انك تشمي بطها على مدار مثلا اليوم كله، وتقولي رأيك في الريحة. هل الريحة راحت؟ هل الريحة قلبت فار ميت؟ دي وظيفة مش بتتطلب خبرة، يعني دي وظيفة انا ما اشتغلتهاش. لا. الوظيفة رقم 2 ودي اسمها مساعد بالعلاج العناقي، الحضن. يعني دي انت بتشتغلي في مستشفى نفسية، وظيفتك هي انك تحضني الناس اللي ما اتحضنتش وهي صغيرة. صراحة انا ما اشتغلتهاش برضو، لان ساعات هتقابلي رجالة، يعني رجالة وعايزة تتحضن. الوظيفة رقم 3 ودي ممتعة جدا وانا اشتغلتها فترة، وهي اسمها غواص كرات الجولف. وظيفتك باختصار هتكون في اي نادي في ملعب جولف، وهتغوصي في ملاعب الجولف جوه عشان تلمي الكور وترجعيها تاني مكانها. بس كده. بس بيكون ليكي اكسس للنادي، البسين او اي انشطة جوه تعمليها فور فري. اخر وظيفة معانا بقى عشان الشمس راحت، وهي اسمها مرافق الكوالا. دي وظيفتك هتكون في جنينة حيوانات او محمية للكوالا او الكانجرو او اي نوع من الحيوانات بتاعتهم دي. وظيفتك باختصار هو انك هتصوري السياح مع الكوالا، زي الصورة دي بالظبط اللي مصورنا شاب عادي، بس هو بيحب يشتغل مع الكوالا. بس ساعات الوظيفة دي بتتطلب تدريب يوم 24 ساعة، بس يقولولك بس ازاي تتعاملي مع الكوالا. ساعات بيحفظوكي كام كلمة كده تقوليهم للسياح، بس كده.